تخيل معايا في زمن من الأزمنة قبل ما القانون يبقى قانون زي ما نعرفه دلوقتي، كان في محاكم بتحكم على حيوانات، محاكم حقيقية بقضاة ومحامين وشهود كمان، والمتهم كان قطة أو خنزير أو حتى جرادة. أهلا بيكم في 5 جنان. في ديسمبر سنة 1457 في مدينة سافين الفرنسية حصلت حادثة غريبة. خنزيرة وولادها الصغيرين هجموا على طفل صغير عنده 5 سنين وعضوه لحد ما مات. الناس في القرية كانوا في حالة صدمة وقرروا انهم يقدموا الخنزيرة دي وأولادها للمحكمة بتهمة القتل. المحكمة دي اتعملت في قلب القرية، الناس اتجمعت والقاضي قاعد على منصته، وفي محامي دفاع جاي مخصوص علشان يدافع عن الخنزيرة. الفلاحين كانوا شايفين ان الخنزيرة دي مجرمة ولازم تتعاقب، بس المحامي كان عنده مهمة إنه يثبت إن الحيوان مش مسؤول عن اللي حصل، وكل ده بيحصل في محاكمة رسمية قدام الناس كلها. المحامي قال إن الخنزيرة دي مش فاهمة حاجة وإنها بتتصرف بفطرتها الحيوانية، لكن القاضي ما كانش مقتنع. الجريمة كانت واضحة والنتيجة كانت إعدام الخنزيرة دي شنقا قدام كل أهل القرية. إما بالنسبة لأولادها فما كانش فيه أي دليل كافي بيثبت تورطهم. الناس شافت في ده انتصار للعدالة، حتى لو كانت العدالة دي غريبة جدا بالنسبة لنا النهاردة. نروح دلوقتي لسويسرا، وبالتحديد في مدينة سانت جوليان في القرن ال15. الناس هناك كانت بتعيش على زراعة الأرض، وكل يوم الفلاحين بيصحوا علشان يزرعوا ويشوفوا شغلهم. لكن في يوم غريب الدنيا اتغيرت تماما. السماء اتغطت بسرب ضخم من الجراد اللي هجم على المحاصيل ودمر الأرض كلها. الجراد ده كان زي وحش بيتحرك بياكل كل حاجة قدامه، والفلاحين مش عارفين يعملوا ايه. كانوا حاسين ان حياتهم كلها في خطر، لان محاصيلهم اللي كانوا بيعتمدوا عليها اتدمرت بالكامل، وكانوا مؤمنين تماما ان الجراد بيعمل كده عن عمد. الفلاحين خدوا قرار انهم يرفعوا قضية ضد الجراد في المحكمة، والمحكمة كانت غريبة جدا لانهم فعلا قرروا يستدعوا الجراد لمحاكمة رسمية. الناس كانت مؤمنة في الوقت ده إن حتى الجراد عنده عقل وإنه ممكن يتجاوب مع أوامر الكنيسة والمحكمة. والمضحك في الموضوع إن القاضي حدد للجراد مهلة علشان يغادر الأرض قبل ما يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده. وفي مشهد مليان بالغرابة، القاضي أرسل ممثلين عن المحكمة علشان يتفاوضوا مع الجراد ويدوه إنذار رسمي قبل ما يبتدوا في مهمة طرده بالقوة. القصة دي رغم إنها خرافية في نظرنا دلوقتي، لكنها كانت بالنسبة لهم طريقة لمحاولة فهم الظواهر اللي بتحصل في حياتهم اليومية. وفي إيطاليا في القرن ال16، بلد الجمال والفنون والموسيقى والقصور الفخمة، لكنها كمان كانت البلد اللي بيؤمنوا فيها بالسحر والخرافات. وفي قرية صغيرة بدأت الناس تلاحظ حاجة غريبة. كان في قطة سوداء بتتحرك حوالين البيوت، واللي كان أغرب وأغرب إن كل مرة بتظهر فيها القطة دي كان بيبدأ يظهر مرض وينتشر بين الناس. الشكوك بدأت تزداد، والناس قرروا إن القطة دي متورطة بشكل ما في السحر. والكلام اتنقل للقس في الكنيسة، وقرر إن القطة دي لازم تتحاكم عشان يحلوا لغز المرض اللي انتشر في القرية. القس جمع الناس في الكنيسة، والقطة اتقبض عليها واتحطت في قفص. المحاكمة كانت سريعة جدا. الاتهام الرئيسي كان إن القطة متورطة في أعمال سحرية وبتنشر الأمراض في كل مكان. والحكم كان قاسي جدا، حرق القطة على النار علشان يتخلصوا من السحر. ومن بين القصص الغريبة حادثة حصلت في مدينة بازل السويسرية سنة 1474، وتم تقديم ديك للمحاكمة بتهمة إنه وضع بيضة. في الفترة دي كان بيعتقد إن وضع البيض هو مهمة الدجاجة وبس، وكون ده يحصل من الديك يعتبر ده عمل خارق للطبيعة. ولما التهم دي توجهت للديك تم تقديمه للمحكمة بتهمة التعامل مع الشيطان واستخدام السحر الأسود. خلال المحاكمة اكتفى الديك بالنقنقة وما قدمش أي دليل يثبت تورطه في السحر. خلال الفترة دي رجال الكنيسة أكدوا إن البيضة الغريبة اللي وضعها الديك دي ما جواهاش صفار بيض، وعشان كده خافوا إن البيضة دي تكون من عمل الشيطان أو إن ينتج عنها لاحقا وحش غريب. ورغم كل ده المحكمة قررت إدانته وحكمت عليه بالإعدام حرقا. في الفترة دي
كان أي حدث غير مألوف بيتفسر على إنه أعمال سحر أو أعمال شيطانية. في فرنسا المحاكمات العجيبة للحيوانات ما وقفتش عند الخنازير وبس، الفئران كمان كان ليها نصيب. في قرية صغيرة كانت الفئران بتخرب المحاصيل الزراعية، والناس كانوا عاجزين قدام الكارثة اللي بتحصل لهم، فقرروا يرفعوا قضية ضد الفئران. والمحامي اللي كان بيدافع عنهم حاول يقنع القاضي بإن الفئران مش قادرة تيجي للمحكمة لأن الطريق فيه خطورة عليهم بسبب القطط اللي بتطاردهم. والأغرب إن المحكمة سمعت كلام المحامي وأجلت القضية، لكن الفئران استمرت في تدمير المحاصيل وما عرفوش يعملوا حاجة. لو وصلتوا لحد هنا بشكركم جدا، وبطلب منكم تعملوا لي لايك وسبسكرايب، واستنوني في حلقة أشد من اللي فات.